أنا اسمي تركي محمد عبد الرحيم، كنت بعاني من قرنية مخروطية. عملت قرنية مرة واثنين وثلاثة في كل عين. يجي بعد كده زعلت شوية، حصل تلف في خلايا القرنيتين. طبعا اتطلب مني زراعة قرنية مرة وأكتر واثنين، وبعد كده عملت حاجة اسمها زرع خلايا طبقية في مركز ما، لحد ما قابلت دكتور هشام. انت بقالك قد ايه قرنيتين فيهم رفض؟ يعني بتاع 3 سنين. بقالك ايه تقريبا قاعدين في البيت؟ سنتين ونص او 3، وانا قاعد في البيت يعتبر ما بتحركش يعني بسبب العين. طبعا مش شايف اتحرك يعني، بس لحد ما قابلت دكتور هشام غريب، وكان اكتر من حد اوصاني يعني قال على دكتور هشام بصراحه. ورحت له وبص على العينتين وطلب الاجراءات اللازمه في كل عين. ابتدينا الحمد لله بالعين اليمين. طبعا كان في بعد العمليه اللي انا عملتها اللي هي الزراعه الطبقيه، كان في التصاقات في العين شديده. كان في ميه بيضاء، وضغط العين كان بيرتفع بشكل مبالغ فيه. اجرينا العمليه، دكتور هشام اوصى بيها، والحمد لله رب العالمين النهارده احسن شويه يعني. العملية كانت بخاطر موضعي ولا كلي وخدت وقت قد ايه؟ لا، كان بنج موضعي، وتقريبا خدت ساعه، ساعه ونص. بعد العملية حسيت فرق في النظر؟ الحمد لله رب العالمين يعني. اكيد النظر بعد العملية كان عامل ايه؟ وبقالنا قد ايه من دلوقتي؟ تقريبا لنا 20 يوم او 25 يوم. في اي حاجة تحب تضيفها؟ لا، انا بحب اشكر حضرتك طبعا. ربنا يبارك في عمرك ويزيدك من العلم ويجعله في ميزان حسناتك يعني. الحقيقة تركي كانت قصته طويلة شوية، إن هو عمل زرع قرنية حوالي مرتين في عينه اليمين و3 مرات في العين الشمال. للأسف كلهم فشلوا في النهاية، وأدى بيه إلى إن هو يقعد في المنزل حوالي 3 سنين من غير شغل. عين اليمين ما بتشوفش والشمال كمان ما بتشوفش. عملنا الأشعاعات وطمنا إن وظائف شبكية والعصب شغالة عن طريق أشعاعات كهربائي شبكية والعصب. كان عندنا حل من اتنين: إما زرع القرنية الصناعية أو زرع القرنية البشرية مرة ثالثة مع أخذ الكثير من موانع الرفض ومضادات المناعة. وده اللي احنا اخترناه سوا بعد فرز جميع المميزات والعيوب بتاعت كل إجراء. عملنا العملية والحمد لله شايف كويس قوي بالنسبة للوضع بتاع العين. بالرغم من الوضع كان صعب، ربنا وفقنا بشدة مع تركي. دلوقتي هو يقدر يعيش حياة مشابهة للحياة الطبيعية، ويشوف حاجات كتير ما كانش يقدر يشوفها قبل كده.